انت كده متحيزه للرجاله. لا انا حضرتك انا مش متحيزه، يعني انا هتحيز في ايه يا جماعه؟ لو انا متحيزه قولوا لها ان انا متحيزه. انا مش متحيزه خالص، انا بقول الاتنين. لو انا في غلط هم هيقولوا لك ان انا في غلط، انا ولا متحيزه لا للرجاله. بس الرجاله بعد ما ربنا بيكرمها من الفلوس ما بتعوضش الست الاولى، تروح تتجوز واحده واتنين وتلاته. طب ده ازاي؟ لا في كتير بيحافظ وفي كتير لا. احنا برضو مش هقول لا لك 90% بيروح ما يتجوز. 90% بقى ده عينه زايغه، يعني 90 عايز. بصوا هقول لكم على حاجه. الراجل طول ما هو شايف الواحدة صغيرة في عينه ودلعة ونخشة وكل ما يجي يلاقيها يعني في حتة شكل وحياة تانية ومغيرة، اعملي له كل حاجة. يعني هو بيحب، وهو برضو لازم يعمل لك كل حاجة انت بتحبيها. ففي ناس متمردة ان هو معاه ربنا كرامة بيروح يتجوز عايز يشوف حياته. فبرضو الست الأولى ما تقبلش بوضع زي ده. لو هي عايزة لا تقبل تقبل. بتعيش عشان عيالها وعشان الظروف ما وعشان بصي الوضع. بقى هو يعني ربنا بقى اللي بيحكم هنا. انت اتنططت، انت عملت، انت في ناس، في رجاله تقولك انا هروح اتجوز قبل عشان ما مش حرام. فمين برضو هنا هيمنعه؟ يعني مين هيمنعه؟ قولي لي كده. انا ما انت بقولش حد يمنعه. انت جوزك دلوقتي بيمشي مثلا وربنا كرمه وكده قالك انا هتجوز، لا هتعملي مش ايه؟ هقبل. طيب في ناس